مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. أنتم معنا في أول عدد من برنامج الحوار الثقافي. هوسها بحب الكتابة دفع بها لاقتحام هذا الميدان المرتبط بالتأليف، فأصدرت كتابين. الأول كتاب حكايات وقصص تاريخية، أما الثاني ثورة وسلاطين وأشياء أخرى. هي ابنة عمق الريف الجزائري، وبالتحديد بلدية عين قشرة غرب ولاية سكيكدا. الأديبة نورة هوين. سيدتي الكريمة، أهلا وسهلا بك، وشكرا لك على تلبية دعوة برنامج الحوار الثقافي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام من صباح عين قشرة، أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. شكرا على هذا اللقاء. أستاذة، مباشرة نبدأ في جو الأسئلة. الكثير ما يعرفش نورة هوين. في عجالة، من هي نورة هوين؟ ولدت بعزابة وترعرعت بها يوم 24 أبريل 1966، وبقيت هناك، قضيت طفولتي هناك إلى مرحلة الرابعة متوسط، حيث انتقلنا إلى بلدية عين قشرة، ومن ثم أكملت مشواري الدراسي، حيث انتقلت بعدها على المرحلة الثانوية إلى ثانوية سنيجر بوخميس بتمالوس. ومن هناك ألهمت بالكتابة، بدت علي أمورا كثيرة، حيث أثرت انتباه أساتذتي ولم يعودوا ينادونني باسم نورة، بل باسم المنفلوطي وتحسين وغير ذلك. جميل. أستاذة، متى بدأت قصة نورة هوين مع الكتابة؟ بدأت قصتي في المرحلة الثانوية، حيث بدأ اسمي بالظهور على نادي الخميس وجريدتي المساء والنهار، ثم المجاهد وروسيكادا. ومن ذلك شاركت بقصة أحمد المجاهد، ونلت أسبوع في أوتيل السلام بسكيدا، في فندق السلام بسكيدا. أستاذة، نتحدث الآن عن الإصدارات نتاعك. أصدرت كتابين حكايات وقصص تاريخية، أما الثاني فيحمل عنوان ثورة وسلاطين وأشياء أخرى. ماذا بك تعطينا شوية فكرة عن الكتابين، عن مضمون الكتابين؟ هي عبارة عن قصص قصيرة وأساطير، بعضها تاريخية والأخرى من وجوه الناس، بحيث تعمدت في جعلها خميلة أو قل عنها بستانا من الأشجار المتنوعة. أحيانا تجد شجرة إجاص دابلة، حاولت، وأحيانا أخرى تجدها خميلة بالورود من النرجس والياسمين، لكنها لا تخلو من الأفاعي. ذاك الشر الذي رأيت بعيني ثاقبة، جبال الشر تفصل بين البشر كشبه يم بلا حدود. فشعرت أنني بحاجة إلى معجزة، وفكرت في أن أكون أنا المعجزة ذاتها، وأقسمت أن أميل جانبا وأسيل وأخدش جبين التاريخ. نعم. فعلا أستاذة، أنت معجزة عين قشرة حقيقة بإصداراتك. الكل يتكلم عن إصداراتك في الآونة الأخيرة. قرأت لك كتاب ثورة وسلاطين وأشياء أخرى، وجدتك تتحدثين كثيرا عن المرأة، فأين محل الرجل من الإعراب إذا جاز هذا التعبير؟ كنت دوما أرى نصب عيني وجود بروز طفرة ما، حاسة استثنائية تسمو بالبشرية فوق التفاهة والسفسطة. وعليه رأيت أن الشر أو منبع الشر امرأة. رأيت أن منبع الشر امرأة، ولذلك أخذت كل قوايا لأن أكون كل الناس في رجل واحد أو كل إنسان واحد، وأزرع بذرة الخير ولو في المزابل. فالكتابات نتاعك جمعت بين القصة، بين الخاطرة، بين الشعر. أين تجد نورة هوين ضالتها بين هذه الطبوع؟ أجد ضالتي بين القصص. فالقصص هي المفضلة لدي، لأنني في كل لحظة أشعر أن هناك، في كل وجه أشعر أن هناك شيء ما لابد أن يقال.
وسيرة ما لابد أن تروى. الكثير يتساءل في هذه الأيام ما هي مشاريع نورا هوين المستقبلية؟ أردت من خلالها إصداراتي أن ألهم شعبا أحوره إلى خير وقلت لابد أن وإن تعثرت بهذه الإصدارات علي أن لا أسقط، لأن لدي عناد وجرأة وإفراط في النشاط قد يمنح إصداراتي تأشيرة منع الذوبان أو الاحتراق، ولذا أردت بالمضي قدما نحو إصدارات أخرى. فلدي إصدار بدار النشر نوميديا قسنطينة بعنوان من كل وجه أسطورة، وهو ينتظر لوكي. عن ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ هو نفس الشيء، عبارة عن قصص قصيرة وأساطير وخواطر وأشعار. لما تحدثنا يوم السبت الماضي تحدثنا في الكواليس قلت أنه في إصدار سيكون يتحدث عن معركة وزقار. متى يرى النور هذا الكتاب؟ هو لن يسبق الإصدار الرابع الذي هو بعنوان نحاجيلك على جيلك وجيلي. هو طبعا هو بعد الإصدار الرابع. الأديبة نورا هوين تفرض وجودها في مكان يرفضها أصلا، لقد كرهت من التصفيق ومن الشكر، لابد أن تدعم لأنها رفعت رأس سكيكدا بل كل الجزائر. هيا يا أولاد عرق شراء، وين نشاطكم ودفاعكم على الحق، كرهنا من الكذب والأحلام. من كتب هذه الرسالة أستاذة؟ لست أدري، قارئ وهمي. إذا كانت هذه الرسالة هي رسالة وهمية، فما هي رسالتك لأولاد عرق شراء؟ أقول أن عرق شراء وإن لم أكن على ثراها وليدا، فإني على ترابها أنمو وأترعرع وأسمو. الكتابة تؤثرني بعين قشرة بصفتها قرية طورية، وهي بقدر ما تحررني تكسب في ثناياي إفراطا من العطر، وإن كنت كابتسامة تكبر في عنت، لأنني هكذا أنا أكبر في شهقة المسنين بعين قشرة وضواحيها وكل الوطن، وأشرق من معاناة الأطفال المنبوذين في الشوارع والأعراس وفي كل مكان، وأشعر أن الخير برتقالة شحبة في زمن الأعراب. على بالي باللي عندك الكثير من المشاكل أستاذة، خاصة فيما يتعلق بالإصدارات، أعتقد أنها مشاكل مادية. ما هي رسالتك المباشرة للسلطات المحلية باش تقدر تعاونك؟ أرجو أن تدعمني السلطات بقدر المستطاع، لأنني كما سبق وأن قيل كرهت من التلفيق والشكر، وعندي منهم شكاير في البارك كما نقولوا. ولحد الآن قال لي أحدهم يوما في الشارع أن يكفيك فخرا أنك نلت رضا العين قشريين، لأن هذا مستحيل وأنت توصلت إلى المستحيل. فقلت له أجل، إن إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكني ضعيفة ماديا حتى أني لم أستطيع التوقيع للإصدار الثالث بالخروج، أو على الأقل إعادة سحب الإصدارين اللذين نال نجاحا خارج حدود الوطن. فعلا أستاذة نلت رضا العين قشريين بكل صراحة بإصداراتك التي شخصيا قرأت لك حكايات وقصص تاريخية، كتاب حقيقة في القمة. مشاهدينا الكرام، يمكنكم اقتناء هذا الكتاب من عند الأستاذة أو من عند مكتبة بوطحرة، هكذا تجدون هذا الكتاب في السوق. على كل أستاذة، الوقت يداهمنا للأسف الشديد، كلمة أخيرة لكل المعجبين بالأستاذة نورا هوين. أشكرهم كل الشكر، فليبقوا تيجانا فوق رأسي، ولتبقى كتبي أطياف نبضات وعود قادمة تصطف في عيون العين قشريين وكل أبناء الوطن وقراء الأعزاء في كل مكان، في عيون كلمات تزينت بألوان قوس قزح. وأقول جاء حزني وارتياعي حين أعلنتم شمس الوداع، وانقضت فرحة اللقاء كبرق، وسمائي أظلمت
مساعدة اجتماعية. وشكرا. جميل جدا أستاذة، شكرا لك مرة أخرى على هذا الحوار الشيق. أما أنتم مشاهدي الأفاضل، نلتقي بكم في عدد جديد من الحوار الثقافي مع شخصيات جديدة تصنع الحدث هنا في عين قشرة. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا رابح كعوان. سلام. سلام. شكرا.